ماسك البامية للشعر من الماسكات اللي جدا مفيدة وصحية للشعر، وعن تجربة فوق السنة وأنا بستخدمه وبعمله، وأنا من عشاق البامية وبحب استفيد منها كتير. لو بتعرفوا البامية المجففة شو بتفيد الناس اللي عندهم السكري، بودرة البامية والبامية للشعر ومنقوع مية البامية قديه مفيدة لأجسامنا. نبحث ونتأكد ونتبين. عندي نص كيلو من البامية. هيدي البامية على فكرة مثل الخيار وما فيها خيوط ابدا. راح نحطهم على 3 لتر من المي مفلترة. حطينا البامية وهلأ بنضيف عليهم حبتين من البصل، معلقة طعام من القرنفل، معلقتين طعام من الروزماري، معلقة طعام من حبة البركة، 3 معالق طعام حلبة، معلقتين طعام مستردة. راح نضيف هيدي المكونات عليها كتير صحية ومفيدة. يلي ما بدها البصل فيك تحطي بذور البصل بهيدي الطريقة. وراح نضيف عليهم 4 حبات من الثوم وكبيتين من ورق الكاري بتا وضمة من ورق المورينجا، ضمة كاملة يعني بتطلع شي 3 كبايات. للريحة هيدي الخلطة معلقة صغيرة من بودرة المسك، نص معلقة صغيرة فانيليا. بودرة المسك عند كل العطارين في منها. معلقة صغيرة من الورد، نص كوب من الرز، الورد المطحون والمسك والفانيليا عشان ريحتها. تركتها تغلي شي تلت ساعة على نار هادية، وبطفي تحتها وبغطيها وبخليها لتصير عنا شوي دافية. بس تصير دافية رح ضيف عليها غصنين من الأوليفيرا. شلنا الأطراف اللي بتكون مأزية اللي فيها الشوك على الجوانب، وحطيت حبتين من الأوليفيرا. شايفين حرارتها هون معقولة، سخنة بس يعني بنقدر نتحملها. فضفت عليها الأوليفيرا وتركتهم مغطيين. لما بردوا على الآخر طحنتهم، وبنطحنهم كتير كويس ناعمين، وبنصفيهم. وقد ما فيكن ادعكوهم بايديكم وصفون لتاخدوا كل الخلاصة منهم. بعد ما اخدت كل الخلاصة، شايفين كيف؟ وعندي ما شاء الله طلع لي كمية راهية، كمية كبيرة. اخدت اللي انا بدي اشتغل فيهم لشعري والباقي تلجتهم. راح صوركن العلب اللي انا تلجت فيها. هيدي العلب حطيت فيها باقي الخلطة. طلع عندي شي ما شاء الله كمية كبيرة، شي 10 علب. يعني بتعب يوم وبرتاح على مدى 3-4 شهور. وساعة اللي بدي بطلع بدوب نصهم وبستخدمهم، ما بدوب كل العلبة لانه العلبة كبيرة. راح نضيف عليهم 4 معالق طعام من زيت زيتون اصلي، ربع كوب زيت جوز هند يكون كمان الاصلي الاورجانيك، وراح نضيف عليهم تقريبا 5 معالق طعام من زيت الخروع. اي زيوت اضافية على ذوقكم. واحيانا نضيف عليهم زيت المحلب كمان. وحطيت بيضة، كتير بحب انا الخلطات اللي بيكون فيها البيض، كتير مفيدة للشعر. بديل البيض حطوا مايونيز، نص كوب من المايونيز. كتير ناس بتحط المايونيز وجدا مفيد كمان معهم. خلطناهم وبحطهم على الشعر. انا بحب خليهم شي ساعة ونص هيدا الماسك، وبعدين بحممه بمي تكون فاترة ما تكون سخنة ابدا. وشوفوا فوائده لشعركم. كتير مفيد ماسك البامية مع الخلطة يلي أنا ضفتها. إذا بدكم تحطوا عليهم صدر بتقدروا. جربوها، خلطة صحية ومفيدة جدا.